بقى قد ايه كده؟ واحنا جينا هنا بناء على ايه؟ انت مش شايف هو قفل عليك بالاف؟ حملات الإزالة في محافظة الإسكندرية. ومحافظ الإسكندرية خلال حملة الإزالة بيتكلم مع أحد أصحاب الكافيهات اللي كان قافل القفل وقاعد يشاش جوه. الفريق أحمد خالد حسن في جولة ميدانية موسعة بنطاق حي وسط بتشمل شارع زين العابدين بمحرم بيك لمتابعة حالة الانضباط بالشارع والأسواق، وكمان التأكد من تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة بما يساهم في الحفاظ على الصحة العامة ورفع مستوى الخدمات للمواطن المصري والسكندري، إلى جانب إزالة التعديات والإشغالات. وخلال الجولة قال أحد أصحاب المقاهي: أنت قافل وقاعد تشيش. واستنكر المحافظ المفروشات المخالفة والتجاوزات قائلا: التجاوزات دي بقالها سنين. وجه حديثه لرئيس الحي وبيقول لها اعملي الإجراءات صح. بيشدد محافظ اسكندرية على ضرورة منع الذبح خارج المجازر والالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية داخل محلات الجزارة. مكلف مدير التموين وكافة الأجهزة المعنية بتكثف الحملات الرقابية على المجازر ومحل بيع اللحوم واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات بيتم رصدها. بيتفقد المحافظ عدد من المخابز بنطاق الجولة للتأكد من الالتزام بجودة الخبز والوزن والسعر، اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين دون تهاون، إزالة كافة الإشغالات والتعديات، مراجعة تراخيص المحال المقامة في حرم الطريق بشارع زين العابدين، بيحقق السيولة المرورية وبيساهم في تسيير حركة المواطنين، التعامل الفوري في ظاهرة النباشين ورفع كفاءة أعمال النظافة ورفع المخلفات بالمنطقة. أسفرت الحملة عن تحرير 38 محضر مخالف متنوع شملت عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وعدم الإعلان عن أسعار السلع ومخالفات بينية تموينية، كما تم إعدام 10 كيلو من مصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مصادرة 25 كيلو لحمة مجهولة المصدر،